بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. معنا إن شاء الله في الفيديو ده جهاز جي ام الأسطورة. بيركب فيه التروسيكلات والتكاتك والموتوسيكلات. الجهاز ده بيخرج معانا سماعتين. مشكلة الجهاز ده إن هو قاطع صوت. وصلت دلوقتي عندنا السماعة، وصلت تغذية 12 فولت ما اشتغلش، والجهاز مخرجش معايا أي صوت. نتعرف مع بعض كده سريعا على التوصيلات. بيكون في عندنا سلكين في الأطراف كده. السلكين دول واحد منهم اريال بتاع الاف ام، والتاني اريال عشان يستقبل من الريموت من مسافة بعيدة. الجهاز دوت يا أصدقائي الريموت بتاعه ريموت ار اف، يعني مش ريموت انفر، يعني ريموت بيشتغل من غير ما اوجهه على الجهاز. حتى لو الجهاز متغلف في أي حاجة ريموت بيشتغل. عشان كده في عندنا سلك هنا بيقوي إشارة الريموت وبيقوي إشارة استقبال الجهاز للريموت لما يكون في مسافة بعيدة. يبقى دول سلكين زي ما قلنا ار اف واستقبال من الريموت. دول سلكين سماعة، ودول سلكين سماعة، ودول كده طرف جراوند أو طرف أرضي وطرف موجب أو فيزا سي 12 فولت. هفك عندي الجهاز كده ونشوف كده مع بعض. عندنا هنا أو قبل ما أغير أي الصوت، وطبعا الجهاز قطع صوت. قبل ما أغير أي الصوت هشوف عندنا هنا الأول طرف الستاند باي في الأي سي عليه تغذية أو معلوش تغذية. هفك عندي الجنب دوت يعتبر أسهل. كده فكيت الوش. هفك عندي المسمار دوت وأنا ماسك عندي هنا الجسم الألمونيا اللي الأي سي ركب لي عشان يوزع عندنا الحرارة، أو الحرارة عندنا تيجي على الجسم فيبتدي يبرد معانا الأي سي أو يشت معانا الحرارة المنبعثة من الأي سي. يعني المسمار ده مهم جدا إن احنا نركبه. نشيل عندنا السوكت بتاع التوصيلات، نخرج البوردة كده. البوردة خرجت معانا. هبتدي أوصل تاني. عندي هنا طبعا الجهاز واضح إن هو مفيهوش صيانة قبل كده اهوت. دي كده يعتبر لحمات بلاده. أول حاجة نعملها أوصل عندي التوصيلات. أنا أجيب سماعة اهيت وبشتغل في الحاجات ديت بترانس أو أدابتور 12 فولت. كده وصلت عندي الأدابتور ب دخل التغذية عندنا في الجهاز. وصلت عندي السماعة اهيت، وده الزر اللي في النص هو زر الباور. المفروض لما أشغل عندي الجهاز اللمبة تدي معايا فلاش. كده الجهاز اشتغل. المفروض دلوقتي كده اسمع في السماعه صوت. كده عندي مفيش صوت خرج. زي ما قلت لحضراتكم من عندنا هنا هنشوف عندنا طرف الستاند باي في الاي سي. طيب ممكن لو انا مش عارف طرف الستاند باي هدخل على جوجل صور واكتب رقم الاي سي يظهر لي عندي الايه اطراف او الدليل بتاع الاي سي. المفروض حتى في الحاله العاديه لو الاي سي طبعا لو الصوت عندي هنا شغال والمس الاي سي بتاعتي كده يدي معايا صوت تكبير. المفروض طبعا طرف الستاند باي اصدقائي بيعمل طرف الستاند باي وظيفته ايه؟ وظيفته ان عندنا التغذيه بتاع الاي سي الارضي السالب والموجب واصلين للاي سي مباشره. الاي سي ما يشتغلش او يخرج صوت الا لما يوصل له تغذيه حوالي 3 فولت او 5 فولت عن طريق طرف ستاند باي. طرف ستاند باي بيجي عندنا منين؟ بيجي عندنا من الاي سي الكنترول او المعالج. لما الجهاز بيشتغل بيديله ستاند باي او بيديله اشاره تشغيل عشان الاي سي يخرج معانا الصوت. في حاله لما الاي سي عندنا مش جايله تغذيه في طرف ستاند باي، لو عندنا بليت صبعي كده بس. طبعا الكلام ده في اشاره الصوت بس، يعني ما ينفعش ابل صبعي والمس الجهاز. في حاله الجهاز يكون مثلا بيشتغل بتغذيه بفولتات عاليه ما ينفعش والمس كده. لو طرف الصمت بقى مش وصول تغذيه ممكن اسمع عندي انا صوت في السماعه، لان الايد بتعمل كمقاومه فبتوصل تغذيه لطرف ستاند باي. لكن عندي برضو مفيش هنا اي صوت او اي استجابه للاي سي. هبتدي افك عندنا المحول اهوت. لا لسه نقيس مع بعض كده التغذيه. زي ما قلنا على طرف ستاند باي. طرف ستاند باي رجل ستاند باي في الاي سي ده عندي هنا رجل 7. رجل 7 هي هنا طرف ستاند باي في في الاي سي ده. هنعد كده اهوت من على الشمال. الاي سي اهيت وشها اهو من على الشمال. عد كده اهوت 1 2 3 4 5 6 7. يبقى رجل السبعة دي طرف ستاند باي. الأرضي أهوت. ده كده الأرضي أو ده أهو جسم البريست أو جسم السوكت بتاع المدخل الفلاشة. دي كده طرف ستاند باي. قلنا رجل 7 اهيت عليه تغذية 4.6 فولت. معنى كده إن عندي هنا تغذية واصلة والأي سي مش مخرج صوت. طب التغذية اللي هي بتاع التشغيل نفسها اللي هي 12 فولت نشوفها مع بعض كده. خارج عندنا يعتبر 10 فولت اهيت، يعني التغذية تعتبر كافية لتشغيل الجهاز. هفصل ونغير مع بعض كده الاي سي. رصيد رقمها TDA 72 66. بتخرج عندنا سماعتين
بقدرة حوالي تقريبا 18 واط. نفك عندنا اول حاجة، نفك المسمارين دول اللي ماسكين عندي الاي سي في جسم الالومنيا. وفي عندي نقطة مهمة جدا، الاي سي دوت عشان اصدقاء عشان افكه عندي بالشفاط هنا هياخد مني وقت كتير جدا وياخد مني مجهود، فبالتالي طالما اتاكدنا ان الاي سي بايظ بالتالي بتقطمه علشان تسهل مع نفسك، تسهل على نفسك الوقت، وعشان تستخدم برضه هيت اير ممكن تبوظ عندك هنا في مقاومات في حاجات ممكن تبوظ منك. فبالتالي اسهل طريقه بنقطم الاي سي ممكن بقسطافه مثلا ولا حاجه، ممكن كده اهوت. دي كده اسهل طريقه، يعني احنا عشان لو البورده اللي عندك هنا فيها تراكين او دبل لير اللي فيها تراكات من ناحيتين بيكون صعب شويه استخدام معاها الشفاط العادي، فبالتالي استخدام الشفاط في البورده ديت بيكون صعب شويه. هو مش ما ينفعش، لكن ينفع ولكن صعب او هتاخد وقت. هو لازم تستخدم قصدير كويس علشان يفك معاك اللحامات. كده احنا بنعمل كده اهوت. بعد ما شلنا الغسيل بتبقى نفك عندي رجلين، رجل كده بايه بكوي اللحام. ده كده الغسيل اللي فكيناه اهوت او اللي قطمناه. تي دي ايه 72 66. ممكن بقى امسك عندي هنا بعد ما الغسيل انطاه رجلي كده اهوت، كويت اللحام كده اهوت، واشيل عندي رجلي من الخلف. كده اهوت. ممكن اجيب ابرة، دي ابرة خياطة بيستخدموها في تسليك فواني البوتاجازات. نيجي عند الايسين اهوت كده اهوت، كوت اللحام برضو كده اهوت، اسيح عندنا اللحام واضغط بابرة الخياطة. بعد ما خرجت كل الرجلين بتاع الايسي اهيت، جبت الابرة وبكوت اللحام وبقيت اسلك عندي هنا الاماكن بتاعت الرجلين اهيت، واسلك من فوق علشان القصدير البارز يبقى عندي هنا من تحت عند مكان اللحام. كده مكان الرجلين بتاع الايسي كلها اهيت جاهزة على التركيب وكلها متفرغة اهيت. هجيب بقى الايسي الجديد نفس الرقم اهوت، نقول بسم الله ونركب الايسي الجديد. الجسم الامامي دوت بتاع تبريد الاي سي بحطه كده اهوت بشكل كده مؤقت، وبجرب كده عندي هنا البوردة. لو جيت اركب كده على الوضع ده كده اهوت اللي يحصل، البوردة عندي هنا كده يعتبر عالي، فلازم الاي سي عندي هنا تقعد على البوردة، الاي سي تنزل لتحت كمان شوية عن كده. كده الاي سي قعدت على البوردة اهيت. لما احط الجسم الامامي كده، الجسم الامامي يعتبر بينه وبين البوردة حاجة بسيطة خالص، عشان لما نيجي نركب هنا زي ما قلنا يبقى في عندنا مجال للايه، للاي سي، مجال للتبريد بتاع الاي سي نركب معانا. كده اهوت هبتدي بقى الحم عندي هنا واثبت عندي رجلين الاي سي بالقصدير. اتاكد الحمات عندي كلها تمام، مفيش لحام لامس لحام ولا حاجه.
ممكن اجيب فرشة تونر واغسل عندي هنا مكان اللحامات. لو ما عندكش تونر تشيل بس الرايش كده خلاص بأي فرشة ولا حاجة. هبتدي اوصل عندنا هنا السوكت علشان نجرب. دي كده الارض اهوت. هضغط زر الباور كده جاي يشتغل اهوت كده اف ام. كده جاي يشتغل اهوت. كده جاي يشتغل معانا، وشفنا مع بعض طريقة تغيير أساس صوت للجهاز. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.